السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مربى الجزر. شايفين لونها الكهرماني الجميل؟ يلا بينا هنتابع في الفيديو ونشوف ايه الأسرار اللي تخلي المربى لونها جميل كده معاكي. أول حاجة هنعملها هنجيب الجزر بتاعنا ونغسله كويس وهنقشره، وبعد ما قشرته وزنته. طبعا أنا وزنت دول طلعوا 6 كيلو. هبدأ كده أبشرهم بالمبشرة. احنا عارفين إن الجزر رخيص دلوقتي. هنجيب بقى كمية ونخزنها معانا. بشرت الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى لكل كيلو جزر قشرتين سفندي. طبعا القشر مغسول وهحطه في الكبة بتاعتي. هفرمه بالشكل ده وهضيفه للجزر اللي انا بشرته. يعني كل كيلو بتقشري له سفنديتين القشر بتاعهم وتفرميهم في الكبة بالشكل ده. هضيفهم كده للجزر. القشر السفندي بيدي للجزر طعم وريحة جميلة جدا، وعايزة اقولك ان ريحة البيت بتبقى حلوة قوي 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 والمربى على النار. ده بقى شوية قرفة خشب وشوية قرنفل. هنقلبهم كده وهنحط السكر بتاعنا. كل كيلو جزر بنحط له نص كيلو سكر. ده المقدار المظبوط، لان طبعا الجزر بتاعنا دلوقتي مسكر جدا. فكل كيلو جزر بتحطي له نص كيلو سكر. حابة السكر يبقى زيادة حطي للكيلو 3/4 كيلو سكر. بس هو كده بيبقى مظبوط وطعمها بيبقى حلو جدا. خلاص كده هقلب السكر بقى مع الجزر. ما تحطيش ولا نقطة مية. اهم حاجة في المربى بتاعتك النظافة. يعني هتشوفي مش هتطلع اي رغاوي ولا اي حاجة معايا. شايفين بعد ما قلبت فيها السكر المية اللي نزلت دي نازلة منها من غير ما اضيف لها ولا نقطة مية. انا سبتها من بالليل. انا بشرت الجزر بالليل وده تاني يوم الصبح. شايفين المية كتير ازاي. هبدأ بقى اولع عليها النار، واول ما تغلي ههدي عليها النار. اهي بدأت تغلي. ههدي عليها النار. شايفين الحلة كانت مليانة جزر. لما قلبت فيها السكر خلاص. دول بقى معلقتين قرفة اللي هو المشروب القرفة اللي احنا بنعملها في البيت. في مصفة الشاي كده بنخلها لان بيبقى فيها سمسم. هحط معلقة كبيرة من القرفة، وهي دي اللي هتديها اللون الكهرماني اللي انتوا شايفينه. طب انا بحط القرفة ليه والجزر لونه جميل؟ لما بحط عصير الليمون شايفين الجزر لونه بيفتح ازاي. اهي دي تكاية لازم تعرفيها. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن اسرار نجاح المربى، وقلنا اهم حاجة المعلقة الخشب في تقليب المربى. ما طلعتش اي رغاوي معايا ولا اي حاجة. شايفين جميلة ازاي. هحط بقى معلقتين ملح ليمون عشان انا هحفظها طول السنة. يعني ال6 كيلو حطت لهم معلقتين شاي ملح ليمون. المعلقة الصغيرة ملح ليمون. هقلب بقى الليمون وملح الليمون كده كويس. والليمون كل كيلو جزر له ليمونة واحدة. وطبعا عشان انا حاطة كمان ملح ليمون. هتغلي بقى على النار هادية كده، وطول ما انتي في البيت قلبيها. يعني انا حطاها جنب اهي وبسويها وبعمل شغلي عادي وكل شوية بقلبها. اهم حاجة النار تبقى هادية عليها. ما تعليش النار عشان ما تتحرقش منك، لان ده سكر وممكن يتحرق وتلسع منك المربى، ولو لسعت هيبقى طعمها مش حلو خالص. شايفين هي لسه فيها مية اهي، وانا مهدية عليها النار ومن وقت للتاني بقلبها. هاجي بقى في المرحلة الأخيرة اللي هي قبل السوى. ايدي مش هتسيب المربى خالص. هفضل اقلب فيها على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبي بقى على طول ما تسيبيهاش زي ما بقولك كده. الجزر طبعا لما بتجيبيه وتغسليه وتقشريه وبعدين تبشريه بتبقى لون المربى بتاعتك كهرماني وجميل ازاي. شايفين اللون. شايفين لما حطيتها في الطبق لونها جميل جدا. انا كده بختبر سواها، وزي ما قلت لكم قبل كده في كذا فيديو مربى ان احنا الطبق بتاعي ببقى حاطاه في التلاجة ساقع واطلع عليه المربى سخنة فبتقفش معايا على طول. فبعرف استوت ولا لا، علشان ما افضلش سايباها على النار وهي ما استوتش. هفضل اقلب فيها كده كويس جدا. شايفين هي بدأت تنشف شوية من السائل بتاعها. انا عايزاها تبقى مربى يا جماعة، مش عايزاها عصير. في ناس بتاخد مني المقادير وتعملها تقولي لا ما طلعتش زي المربى بتاعتك. ليه ما طلعتش بقى زي المربى بتاعتي وبيبقى فيها مية؟
لان هي ما استنتش عليها لما تستوي. شايفين اهو استنيت عليها شوية، هي كده بقت مربى. شايفين بقى عاملة ازاي اهي. هي لسه شوية هقلب فيها شوية، ما تقلقيش من مربى الجزر، وافضلي قلبي فيها لغاية ما تستوي معاكي ويبقى قوامها جيلاتيني. هنعرف بقى القوام الجيلاتيني ازاي دلوقتي، هوريها لكم. شايفين الحلة بتاعتي من تحت والسوا بتاعها عامل ازاي؟ مفيش حاجة في الحلة خالص، والمربى معايا بقت مربى فعلا، تحسي ان قدامك مربى مش عصير. في ناس بتعملها وتقولي انا عملت نفس المقادير بتاعتك، بس انا كلت المربى عندك وما طلعتش المربى بتاعتي زي بتاعتك. فهو ده السوا بتاعها، بوريهولكوا اهوت قدامكم، وبعرفكم ازاي انا بسويها في البيت. ما بضيفلهاش اي سوائل، يعني هي بتستوي كده، المية اللي بتنزلها هي بتستوي فيها. والليمون يا جماعة ما يتحطش خالص الا بعد ما الجزر يبدأ يدخل في السوا. يعني لو لاحظتوا كده في اول الفيديو، شايفين المية بتاعت المربى كده اهي بدأت تنقط، بدل ما تنزل خيط واحد بدأت تنقط معايا، معنى كده انها بدأت هتستوي. هقلب فيها، دي بقى المرحلة الأخيرة اللي أنا مش هسيبها خالص، هفضل أقلب فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي بتتقل معايا، معلش بقى انت تقلبي شوية، حد معاكي في البيت يقلب شوية، يا إما تعملي كمية بسيطة. بس أنا بقى بعمل الكمية دي خلاص، ان أنا ايه هخزنها وتفضل عندي تكفيني لغاية اما الجزر موسمه يجي تاني. بتبقى جميلة في البيت بقى، موجودة تعملي بقى فطاير، تعملي بقى سندوتشات، جميلة جدا، وممكن تعملي بيها كيكات. شايفين الحلة؟ انا بوريكم الحلة من تحت. شايفين بقى السوا وصل ازاي؟ هو ده السوا اللي بتوصل له المربى بتاعتي. شايفين انا يعني مبطئة الفيديو اهو، وحابة اوريكم ازاي سوا المربى، مربى الجزر بالذات غير اي مربى. شايفين؟ تغرفيها كده في الطبق تلاقيها مربى، يعني مش ما تبقاش منزله ميه كده وتبقى سايله، لا انت بتاكلي الجزر بتحسيه ان هو جيلاتيني كده وطعمه جميل جدا. دي المربى بتاعتي اهي، وده سواها، وشايفين ارضيه الحله بتاعتي نظيفه ازاي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حابه اوريكم درجه السوى اللي بتوصل لها المربى بتاعتي، علشان تاكلي مربى جزر يعني كل اللي ياكلها من ايدك يقولك تسلم ايدك. شايفين المربى بتاعتي انا غرفتها في الطبق شكلها عامل ازاي، ولونها بقى الكهرماني الجميل ده، انا قلت لكم على سر اللون. يا رب تجربوا الطريقة وتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتابعوني هتلاقوا عندي كل جديد وهتعرفوا كل التكات. هنبدأ دلوقتي نعبي المربى بتاعتنا في البرطمانات. طبعا البرطمانات بتاعتي نظيفة وغسلها كويس، وانتي بتعبي البرطمانات ما تسيبيش هوا. طبعا المربى انا سبتها بردت خالص، شفتوا قوامها جيلاتيني ولونها جميل ازاي. هبدأ بقى بالبلاستيك راب كده اغطيها بالشكل ده. انا مش سايبه فيها اي فراغات هوا، وماليه البرطمان بتاعي لاخر جزء فيه، وهغلفه كده بالبلاستيك راب كده ضامنه ان مفيش فيه اي هوا. وهقفل بقى البرطمانات بتاعتي، وهقص البلاستيك الزايد ده عشان يبقى شكل البرطمانات بتاعتي كويس، وهحطها في دولاب المطبخ العادي مش في تلاجة ولا حاجة، وبتفضل معايا من السنة للسنة، بجد بتبقى زي الفل. جربوا طريقتي ولو عجبتكم طريقتي قولولي في الكومنتات ويا رب دايما الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ووصفتنا تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.